حين يسقط حائط الخوف تصبح كل الأماني ممكنة مهما كبرت، ولا أحد بات يعلو على أحلام المغاربة بل إمكانياتهم. أشبال وهبي مثال حي، أسقطوا كل من اعترض طريقهم، ومن كل قارة كبيرة هم يقفون الآن على حافة المجد. الأرجنتين آخر محطة أداء قبل دخول منصة تتويج بل بوابة التاريخ. لم يتأخر الجديد، انطلق يسير الزابيري كالسهم فاعترضه سانتينو باربي. الكل رآها ورقة حمراء باستثناء حكم المواجهة. الزابيري لم يأبه للأمر وتكفل بعقاب باربي، بيسراه وضعها حيث لم يرها الأرجنتيني. تقدم مبكر للأشبال. أراد المغاربة حسم الأمور مبكرا. القائد حسام الصادق فضل هنا التسديد من بعيد دون أن يؤذي باربي، والوصول الأول للأرجنتينيين كان كرة ثابتة سددها ماهر كاريسو جانب قائم غوميس. أما الوصول الثاني للأطلسيين فكان مثمرا كالعادة. MVP البطولة عثمان معمة تلاعب بإخوان فيالبا ثم مهد الكرة لعاشق الشباك. الزابيري تقدم بالمغاربة خطوة أخرى نحو اللقب. اختفت الألبي سيليستي هجوميا إلى أن ظهر ميليتون ديلغادو في مرتدة كادت تغير عدد الأهداف. وكاد المغاربة يغلقون ملف المباراة بالشمع الأحمر في شوط واحد، لكن لا عثمان معمة ولا ياسين خليفي نجح في ذلك. الشوط الثاني انطلق بخطورة مغربية. الزابيري جرب حظه بيمناه هذه المرة غير بعيد عن القائم، وبعيدا عن إطار المرمى أرسل البديل آيانسو بيابري الكرة في أول شبه فرصة للأرجنتين. الألبي سيليستي دون حلول بحثت دون جدوى. جان لوكا بريستياني سدد دون عنوان. من جبال الأطلس إلى جبال الأنديز اختلف الاسم وبقيت الروح حاضرة. أشبال زاروا في أمريكا الجنوبية وسمعت أصواتهم في أرجاء المعمورة. المغرب يقول بصوت عال: دخلت في سجل المستديرة رسميا، نادي الكبر.